كذبت في اختبار رامز جلال عشان أكسب العربية. لما كان عندي 19 سنة كنت مفلسة على الآخر وممعيش ولا مليم. في يوم كنت في المول لقيت إعلان عن اختبارات لبرنامج مقالب ومسابقات جديد بتاع رامز جلال هيتذاع في رمضان. الإعلان كان بيقول إنهم عايزين ناس من الجمهور مستعدة تواجه أكبر كوابيسها عشان يكسبوا جوائز وعربية BMW. قلت لنفسي وليه لأ؟ أنا كده كده مش خسرانة حاجة غير كرامتي يعني. أدونا استمارة نكتب فيها أكتر حاجة بنخاف منها في حياتنا. كل البنات والشباب كانوا بيكتبوا الحاجات التقليدية، الأماكن العالية، العناكب، الثعابين أو الظلمة. بس أنا كان عندي خطة صايعة تانية خالص. كتبت إن أكبر كابوس في حياتي هو إني أتدفن في تابوت تحت الأرض. طبعا دي كانت كدبة. أنا في الحقيقة بترعب من القطط. وشكله رامز عجبته الإجابة بتاعتي، وبعد أسبوع اتصلوا وقالوا لي إنهم اختاروني عشان تالت حلقة. لما رحت لقيت 5 متسابقين تانيين، بنت اسمها أسماء بتخاف من الأماكن العالية، وشاب اسمه كريم بيكره التعابين، وثلاثة تانيين بمخاوف عادية. المرحلة الأولى كانت ناكل حاجات مقرفة، كوارع وجراد، وكان في دماغ خروف. أنا بالنسبة لي دوست فيها بقلب جامد، لأن الصراحة الأكل ببلاش بالنسبة لواحدة مفلسة يعتبر جائزة. أسماء استفرغت من المنظر وطارت من المسابقة. أما كريم فبالعافية عاد بس كمل معانا. المرحلة التانية كانت جحر التعابين. كريم كان بيترعش زي الفرخة المبلولة قبل ما نبتدي حتى. كان المفروض نزحف في نفق مليان تعابين. كريم ما استحملش 10 ثواني وصرخ وانسحب. أنا بقى دخلت بقلب جامد لحد ما وصلنا للنهائي بيني وبين ماجدة، وكانت كاتبة إن أكتر حاجة بتخاف منها هي السباحة. النهائيات كانت حسب مخاوف كل واحد فينا. ماجدة كان لازم تنزل حمام سباحة ميتها مش نظيفة وتجيب مفاتيح العربية. معرفتش تجيب المفتاح، بس فضلت 45 ثانية. جه دوري بقى. أخدوني لتابوت خشب محطوط جنبه كوم تراب، ورامز جلال بأسلوبه المستفز يرمي هزاره المعتاد. القواعد كانت إنهم هيقفلوا عليا التابوت ويدفنوني تحت التراب لمدة 60 ثانية بالضبط، ولو انسحبت قبل 45 ثانية ماجدة هي اللي هتفوز. قفلوا عليا التابوت، وكنت سامعة صوت التراب وهو بينزل على الخشب فوق وشي. الكاميرات شغالة تصوير وتقريب عشان الناس تعيش الدراما، بس أنا كنت مأنتخة وبفكر هعمل إيه بالعربية الجديدة. ال60 ثانية عدوا وكأنهم هوا. لما حفروا وطلعوني رامز جلال كان هيتجنن ومبهور بيها، وقعد يصرخ بالمايك: إيه البت دي؟ ماجدة كانت منهارة ومكسورة، سلمت عليا وهنأتني، بس كنت حاسة إنها كانت محتاجة العربية دي زيي بالظبط. جالي حبة تأنيب ضمير لمدة ثانيتين، وبعدين افتكرت إن معايا عربية ثمنها أكتر من كل الفلوس اللي عملتها في حياتي. الحلقة اتذاعت في رمضان، والعيلة عملوا قعدة وشغلوا الحلقة. كنت قاعد باكل وبتفرج على نفسي وأنا بتدفن حي على التلفزيون. المونتاج كان عامل شغل دراما وهمي، حاطين أغاني ترعب وكل شوية يجيبوا وش ماجدة وهي قلقانة. ولحد النهاردة محدش فيهم يعرف إن لو كانوا حطوا معايا قطة واحدة جوه التابوت كنت هكسر الخشب براسي وأطلع أصرخ في الشارع.